عارفة انت ممكن تكوني بتعملي الدايت وبتلتزمي بيه، بس بيجيلك في وقت كده حالة تخليكي مش قادرة انك تكملي الدايت وحاسة بستريس مش طبيعي. وحتى وانتي بتعملي الدايت تحسي برضو ان مفيش اي تحسن، وده بيحصل بسبب هرمون ابن لذينة وهو هرمون الكورتيزول. فتعالوا كده نتكلم عنه شوية ونعرف ازاي ان احنا ما نعليهوش، ونعرف ازاي ان احنا نخس بكل روقان، ونعرف اصلا لو الكورتيزول ده قل احنا حياتنا هيحصل فيها ايه. بجد انت لو الكورتيزول بتاعك قل هتحسي ان انت عايشة في الجنة. فيلا تعالوا معايا. الكورتيزول هو هرمون بتفرزه الغدة الكظرية في جسمنا، وربنا سبحانه وتعالى ما بيخلقش حاجة ملهاش لازمة، بس كل حاجة محتاجة تكون بمقدار معين. تمام. فهو المفروض ان هو بيتفرز في فترة الصبح، بيكون عالي شوية عشان يدينا طاقة. ودي يعني ليه أهمية في فترة الصبح، وبعدين المفروض ان مستوياته بتكون قليلة او بتكون في المستوى الطبيعي. من وظائفه ان هو بيظبط مستوى السكر ومستوى الضغط في الجسم. وكمان بيقلل الالتهابات. هو اصلا يعني الناس حتى اللي عندها التهابات او عندها مشاكل بتبدأ ان هي تاخد الكورتيزون عشان خاطر تعالج الحاجات دي. فهو ليه دور بالنسبة البسيطة اللي ربنا سبحانه وتعالى حاططها في جسمنا، انه هو ما يعملش التهابات كتير. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ تعالي كده، لو واحدة مثلا زي البنات الكتيرة اللي احنا بنشوفهم بتكون عايزة تزيد في الوزن، فهي هتاخد كورتيزون، فطبيعي ان هو هيبدأ يزيد في الجسم ويعمل مشاكل كتير. انا يا جماعة والله حرفيا انا كنت بحسب الموضوع انقرض، يعني كنت بحسب خلاص بقى حوار ان الناس بتشتري كورتيزون عشان تدخن بيه ده انقرض. بس لا انا لما نزلت اشتغلت تاني في صيدليات، لا الموضوع بجد انا كل يوم على الاقل بيجيلي 2 أو 3 عندنا عايزين نتخن فادينا كورتيزون. فالموضوع ده غلط جدا، الموضوع ده مضر جدا. انتي مش بتتخني، انتي بتتنفخي ميه، جلدك بيبوظ، بيعمل علامات في الجسم. هحط لكم الصور هنا. حرقك بيبوظ. وكده كده ده مش تخن، يعني دي بس شويه ميه. ومفاصلك وعضلاتك وشعرك وبشرتك، انت بتبيعي يعني بتبيعي كل حاجه في الحياه عشان خاطر تتخني او تتنفخي كام كيلو، وفي الاخر يطلعوا هوا اصلا، يعني مفيش حاجه اصلا. تمام. فدي النقطه. طب لو احنا بقى ناس اصلا، في ناس برضو من ضمن الحاجات ربنا يعافينا يا رب، حد عنده ورم في الغده الكظريه، فممكن ان هو يبدا يزيد. تمام. الكورتيزون الناس اللي بيكون عندها حاله مرضيه منه بيعمل حاله اسمها كاشنج سندروم، ده بيكون شكل الجسم. وبيبقى فيه الاعراض اللي قلناها، زياده كبيره في الوزن، بيبقى فيه البافالو هامب من اكتر الحاجات المميزه لزياده الكورتيزول. اللي بتحسي ان الظهر يعني في كأن ظهر عجل كده، يعني في حته مش مظبوطه من عند الرقبه من فوق. طيب دي الحاجات العاديه بتاعته. احنا بقى ازاي بنزوده اصلا في الطبيعي بتاعنا؟ تمام. لو انت يا ست الكل نومك مش متظبط، تمام، المفروض ان احنا عندنا ساعة بيولوجية، جسمنا ربنا سبحانه وتعالى خلقه ننام بالليل نقوم الصبح الساعة 6 7 كده نبقى صاحيين. بيبقى الكورتيزول عالي شوية عشان في اول اليوم، عشان النشاط وعشان اول يوم كده بيبقى فيه شويه فرق، فايه فخدي حبه كورتيزول يدوكي زقه يعني. تمام. وبعدين بينزل تاني. طيب انا بكون نايمه بقى في الوقت ده، او انا نومي مش متظبط، او انا اصلا في ناس بتنام 2 و3 وما بتنامش، فطبيعي الكورتيزول يكون عالي. طبيعي الكورتيزول لما يكون عالي الانسولين بيتاثر بيه برضو، هما الاثنين بيتاثروا ببعض. يعني لو الانسولين عالي الكورتيزول هيزيد، ودي من ضمن الحاجات اللي هنقولها، والعكس صحيح. فالانسولين ده هو هرمون تخزين دهون. احنا جسمنا عبارة عن معمل كيمياء. تمام. اوكي في كالوريز وكل حاجة، بس احنا جسمنا بيتعامل بالكيمياء. انا دلوقتي انسوليني عالي طول الوقت، فانا جسمي هيخزن دهون. كمان زي ما قلت ان هو بيخزن مية، فتلاقي جسمك مخزن مية اكتر. تمام. طيب فدي نقطة ان انتي لو هو بيعلي الانسولين. ونفس الكلام لو انت بقى بتاكلي، برضو من ضمن الاسباب لو انت بتاكلي كربوهيدرات بسيطة كتير وبتاكلي سكريات كتير واكلك مش مظبوط. والناس اللي هي بتقول لا اصل انا عامله دايت، انا باكل بس بقسماطتين وكوبايه شاي بلبن بمعلقتين سكر، فانت كده في اول يوم انت طيرتي الانسولين سبايك بتاعك اصلا. فطبيعي الكورتيزول هتلاقيه ان هو زايد. طيب الحاجات بقى اللي هو ممكن يعملها وهو زايد، الاعراض اللي احنا قلناها دي، واهم عرض بيبقى فيه حاله فرق غريبه.
يعني تبقى واحده عامله الدايت وبيس والدنيا ماشيه بيس، بس تحس ان هي بتفرك كده، انا مش قادره، عايزه اكل حاجه مسكره. تلاقي من اكتر الحاجات المميزه انا عايزه اكل حاجه مسكره، انا عايزه اكل سكر، عايزه اكل سكر. دي من اكتر العلامات ان الكورتيزول بتاعك بيكون عالي، اللي هو انت بيس وماشيه في الدايت بيس، بس مره واحده كده انا مش عارفه اكمل وعايزه ان انا اكل سكر. حاجه تانية برضو من ضمن الحاجات اللي بتعليه وبيعليها هي نقطة نفسية، بس احنا لازم نتكلم عنها لان انا مؤمنة ان الدايت بيلعب في كل حاجة في الحياة. يعني فكرة عدم التسليم لربنا سبحانه وتعالى، او فكرة التحكم. انا عايزة اتحكم في كل حاجة في الحياة تمشي زي ما انا عايزاها، فهي لو ما مشيتش زي ما انا عايزاها بتخنق وبتضايق. تمام، فالكورتيزول يعلى، او الكورتيزول يعلى فلاقيني متوترة ومخنوقة ومتضايقة وعايزة اتحكم تمام. ريلاكس حبيبتي، ريلاكس 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 خالص. احنا كده كده بجد النقطة دي انا غيرتها في حياتي، كل حاجة اختلفت والله العظيم. في رب للدنيا اللي احنا عايشين فيها دي، بيديرها، بيعمل لك الصح. ابنك اللي انتي بتربيه وبتقعدي تتخانقي وخايفة عليه ومش عارفة وهيجوز وهيعمل، ربنا طلب منك تربيه كويس، نقطة. ما طلبش منك ابنك هيبقى ايه، هيبقى كويس ولا وحش، مش قصتك. في رب للكون كبير بيدير الكون، طالب منك تسعي. اسعي ما تقعديش بقى تقولي انا هيحصل ايه امتى مش قصتك. هو طالب منك بس السعي، طالب منك بس انك تتحسني. انا حتى بتخنق قوي تيجي بقى بالنقطه بتتابع معايا ولسه بعدين تقول لي انا ما خسيتش، انا هخس قد. انت مالك يا ماما، انت مالك يا حبيبتي، مش شغلك انت بتاخدي بالاسباب ان انا عايزه اخس، فانا رحت اشتركت مع دكتور شاطر فاهم هيعمل ايه، هتبع التعليمات بتاعته، هلتزم، ماليش دعوه بالنتيجه. اكيد هتيجي نتيجه، يعني ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل، اكيد هتيجي نتيجه، بس مش شغلك هتيجي امتى ومش شغلك هتيجي ازاي. حته التحكم وحته القلق من اكتر الحاجات اللي بتعلي الكورتيزول، ومن اكتر الحاجات اللي بتوترك، وبتلاقي نفسك كده ما عشتيش، ما تبسطتيش في الحياه، اللي هو انا قفش يا جماعه مش كده، يعني واحده واحده. فمهم جدا تهتمي بانك تحاولي تحسني طاقتك نفسيا، تحاولي تزودي تسليمك لربنا سبحانه وتعالى. دي من اكتر الحاجات اللي هتفرق بجد، دي من اكتر الحاجات اللي ممكن ان هي تفرق معاكي وتغير فيكي. في مشروبات البنات الجميله اللي ربنا سبحانه وتعالى عملها لنا، المشروبات العشبيه، ينسون، بابونج، شمر، تمام. فهمي كده نفسك واقعدي اكتبي وطلعي الحاجات اللي جواكي فتبقي اهدى. الرياضه بتقلل مستويات الكورتيزول، وخصوصا احنا كده محتاجين نتمرن تمارين المقاومه، بس تمارين المقاومه العنيفه قوي بتزود الكورتيزول. يعني تمارين المقاومه اللي هي الشديده قوي دي بتزود هرمون التوتر برضو، فده بيقلل الحرق. بس انتي لو بتتمرني تمرينات اوكي، بتمرن تمارين مقاومه بس بالشده المعقوله، بترقصي، بتعملي حاجات كده تخليكي رايقه، بتعملي يوجا، الحاجات دي كلها بتقلل من مستوى الكورتيزول في الجسم. فاحنا يعني كل اللي بنحاول نعمله، او لو اختصرهم لك كده، اكلنا يكون مظبوط، ما يكونش بيعلي سكر الدم قوي. وفي كوتش كان ليه مقوله بجد حلوه قوي، كان بيقول ايه بقى، خلي دمك تقيل وغلس، ما تخليهوش خفيف ومسكر. يعني ما تاخديش حاجات تعلي سكر الدم قوي، خليكي دايما دمك خفيف، دمك تقيل. يعني ما تحاوليش تاكلي سكريات كتير لان هي بتزود الانسولين وبتزود الكورتيزول. كلي اكل، كلي بروتين وكلي خضار وكده، تمام. التمرين، النوم بدري، والحاله النفسيه ان هي تكون كويسه وتكوني مبسوطه وكده، هتلاقي الحاجات دي ظبطت قوي. انا دكتور ايمان اشرف، صيدلانيه، اخصائيه تغذيه علاجيه معتمده ومدربه معتمده من ISSA. بقدم هنا محتوى عن التغذيه والتدريب، تابعيني هتستفيدي جدا جدا جدا. وللاشتراك بقى لو عايزه تغيري حياتك كده وتيجي تتابعي مع حد كده ينقلك كده تفكيرك على مستوى الاكل، انا بهتم جدا بالاكل العاطفي وباضطرابات الطعام وبالهيلث كوتشنج، فهتلاقي رقمي محطوط في البايو، تقدري تبعتيلي. وخليكي فاكره ان الحلم لو اتحول لهدف هيبقى حقيقه. ويلا فتكوا بعافيه.